بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. رسالتك النهاردة بشفاعة أمنا العذراء مريم. الرسالة دي مش صدفة، دي مبعوثة ليك أنت مخصوص علشان تطمن قلبك وتفرحك. أم النور بتقولك ما تخافش أبدا، إلهك يسوع المسيح بيحبك جدا وهيريح بالك، والهم اللي انت شايله هينزاح بعيد عنك، هيشيله عنك وهيخليك تعدي الفترة الصعبة دي بسلام وأمان، وهترجع كمان أحسن من الأول، والأفراح هتدخل حياتك. ثق في قوة إلهك اللي بيقول للشيء كن فيكون. ربنا مش هيسيبك أبدا، ده بيحبك محبة أبدية. إلهك عظيم وبيهتم حتى لحزن قلبك وتنهداته. هو شايف كل شيء ولا يمكن هيسيبك، هينور لك قلبك وروحك، هينور لك حياتك كلها. فاطمئن لاختياراته الصالحة ليك ولتدبيره لكل أمورك. ثق إنه هيفرحك فرحة كبيرة قوي، وسيمر كل مر ويتحقق كل ما كنت تظنه مستحيل. هيسهل لك حياتك وهيسندك. إلهك يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. افرح لأنك ما دمت مع يسوع فأنت في فرح دائم وفي مكسب وفي شفاء. ربك مش هيخذلك ولا هيبخل عليك بالأفراح، ده كل مناه إنه يشوفك سعيد ومفيش حاجة مزعلاك أو ناقصاك. هيتدخل وهيكمل كل ناقص عندك، هيسدد لك كل الاحتياجات وهيغنيك. هيساعدك على صعوبات الحياة اللي بتواجهك وهيحلل لك كل مشاكلك، هيعوضك تعويضات مفرحة. اطمن جدا وانت معاه. دي الآية بتقول لأنني سأريح المنهكين وأشدد جميع الضعفاء. هات كل أوجاعك وضيقاتك وألامك وتعالى ليسوع المسيح الشافي. تعالى لي بكل حاجة بتسمعها، كل كلام سلبي بيحاول يقلل منك، زي مثلا انت مش نافع او الناس بتسبقك وانت لسه واقف مكانك، انت مش ناجح في حياتك. لكن يسوع الوحيد له كل المجد اللي حاسس بيك وهيجبر بخاطرك وهيشجعك ويقويك، لأن انت ابنه الغالي عنده. ما هو قال في الآية صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. اطمئن جدا وانت معاه، لأن ضيقاتك ومشاكلك هيحلها. ده إلهك يسوع المسيح بيحبك وهيفتح لك طريق ما كنتش أبدا تتوقعه ولا عمره خطر على بالك. إلهنا يستطيع كل شيء وتدبيره بيكون أعظم مليون مرة من تدبيرنا، وبيعمل كل شيء لخيرنا ولفرحنا. ثق فيه وآمن بيه. ثق إنه بيحبك وبيفرح جدا لما تجيله وتطلب منه اللي انت عاوزه وتقوله على كل احتياجاتك وعلى كل متاعبك. هو له كل المجد، بيحب يسمعك وبيبقى قريب جدا من اللي الدنيا ضاقت عليهم، بيبقى قريب من المقهور والمكسور، بيبقى شاعر بيه جدا. وثق انه هيفرحك وهيعوضك طول ما انت بتصليله وواثق في قوته. هيرضيك وهيطبطب على قلبك بالحاجة اللي انت عاوزها، ودي حاجة تخليك مطمن ومرتاح، لأنك جوه قلب يسوع وفي عقله وفي تفكيره. يقدر يقومك بكلمة منه، يقومك من إهانة كسرتك، من علاقة جرحتك، من فشل، من عجز عن مرض.
من يأس واكتئاب، من هم وتفكير، يقدر يحييك ويقومك من جديد. افرح بإلهك يسوع المسيح، إلهنا يصنع الغير متوقع، فتشدد وتشجع بيه، واوعى تفقد رجائك. اجري احتمي فيه وفي دمه الكريم، وثق انك هتغلب وهتاخد اكليلك. ده خلاصك امر يهمه، والضيقة اللي انت فيها هيحلها، وهينجيك منها كمان، وهتتحول لفرحة، والايام هتعدي على خير. واللي فاكره ملوش حل يسوع هيرتبه ليك، لانه شايلك اللي يفرحك. اطمن، مش هيكسر بخاطرك، هياخد بإيدك وهيعينك، هيرفع راسك ويحقق حلمك. هو له طريقته، وفي الأيام القادمة سترى لمسة إلهية ستغير مسارك، وهتشوف نور المسيح في حياتك. فاطمئن جدا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. آمين. بركة وصلوات وشفاعة أمنا العذراء مريم تكون معنا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم. قناة يسوع مفرح القلوب.